شيء قلبي بس اللي بان دي كده ثانيه واحده بس. واحد اسمه التوربو يا عم على التيك توك يا عم الحاج. يعني انتوا في حاجه مع قفشه جايب في لقاء مع مذيعه معرفش اسمها ايه، ربنا يهديها ويهديني ويهدي الناس كلها ويهدي قفشه اساسا ويهدي التوربو ده. بتقول له مين بقى ايه بطل الدوري السنه دي؟ قال لها في اربع فرق اقوى من بعض، سيراميكا وبيراميدز والزمالك والاهلي. فقال لك طب مين هو بطل؟ قال لها سيراميكا مع علي ماهر ماشي كويس لحد دلوقتي، بيراميدز قوي جدا، الزمالك في ظروفه والمشاكل والكل الدنيا عليه وماشي كويس ومش عارف ايه ده كويس مية مية، والاهلي انت عارف الاهلي بينافس على البطوله. فقال لك شفت قفشه شفت وشاهد الشاهد من اهلها. في حد بيكره قفشه؟ حتى صاحب القضيه ممكن. لا حول ولا قوه الا بالله، انا هعيط. مفيش حد يعني بيكره قفشه من الاهلاويه ولا الزملكاويه، مفيش زملكاوي بيكره قفشه لانه قلبه ابيض سالك من جوه. قال كلمه الحق. شفت كلمه ده عشان ايه؟ المظلوميه والدنيا كلها عليه. يا ابني انا مال ميت الام، انا انتوا اللي حاطين نفسكم كده، انا مالي، انتوا ما بتحبوش بعض اساسا. جمهور الزمالك بيبقى جمهور جنب بعض، وده ما بيحبش ده، ما بيحبش ده، وده ما بيحبش ده، والله اهلا واهلا. انا بقول لك يعني انتوا الاداره وحشين اساسا يا ابني. ده كان في كان في حوار باين، كان في مش عارف، كان في مؤتمر صحفي عشان قصير او مش عارف عشان يعلوا اللي بيتكلم. حاطين له طوبتين يا جدع. يا جماعه ارحموا ميتين ابونا يا جماعه. يا جماعه انتوا اللي وحشين يا جماعه. اصل انا مش متعمق قوي في الزمالك ده، كويس ان انا عارف يعني عارف حاجات على الاهلي يعني. فالزمالك مثلا مرتضى منصور ما بيحبش محمود عباس، محمود عباس ما بيحبش صلاح بلا، ده ما بيحبش ده، ده ما بيحبش ده، وده ما بيحبش ده، وده حتى اللعيبه ما بتحبش بعض. يا عم ده انت حازم امام قال لك والله بكام، حازم امام قال لك ايه؟ قال لك لو انا ما كنتش ابن حماده امام كنت لعبت في الاهلي. اخد كميه شتام يا عيني، ده اسطورتي يالا. يا ابن حسن شحاته، وشايف انت الاعلان حسن شحاته مع محمود الخطيب واعلان زي العسل، الاساطير هلا بتتجمع، بنحب ده وبنحب ده، الناس النظيفه. يا ابني انت، يا ابني انتوا ما بتحبوش بعض، يا ابني يا ابني انتوا ما بتحبوش بعض. انا مال انت اللي خربت مسك، انا مالي الارض بتاعت انا مالي بالموضوع، ولا انا مالي انا بمشاكلك. ما احنا كنا بنعدي بازمات بنت لذينه، بس بنخرج من الازمات ديت. انت ما بتخرجش، انت يعني انت رحت جبت شويه لعيبه على المديونيه وما دفعتش الفلوس، الناس انا مال انا يا عم. انت ما بتديش فلوس ل... للعيبتك. الناس بتمشي، زيزو مشى وامام مشى، كل اللعيبه لانك انت وحش، هم مش طايقينك اساسا. كهربا تف عليكم وشيكابالا تف عليكم وبيشتموا اساطيركم وحاجه قرف في قرف. يا عم انا مال انا مال مشاكلك يا عم الحاج، ما تشوف يا عم تحل مشاكلك بعيد عني يا عم. انا اصلا خانق على المسا، لا اصل يا عم ايه ده، اصلا بخاف الكلام يا عم. ناس مغيبه يا عم، انا ورب الكعبه. شوف انا عاوز انا مثلا ايه، ليه قنوات كده معينه اسمعها، او ليه كده ناس معينه اسمعها. يعني اقول لك بصراحه يعني مثلا بحب اسمع مثلا مين؟ ابو المعاطي زكي، ده انسان راجل محترم قد ابويا يعني، فانت راجل محترم قوي. فانت قصدي مثلا ايه، اسلام مهدي بحب اسمعه قوي. فانت عايز مثلا ايه، خفاجي اللي هو الزملكاوي الهستيري مثلا. فانت في ناس تانية بحب اسمعها. بس انا بقول لك الناس اللي ايه اللي مشهوره قوي، اه يا عم انا بسمع الناس دي، يا عم في إيه يعني هخش النار لو ما سمعتهمش مثلا، ولا انا قلت اساميهم مثلا؟ ناس محترمه تسمعها. لكن بتقول ما تسمعك ليه، ما بتقولش كلمه الحق؟ يعني يا ابني الاهلاويه كلهم متضايقين، يالا يا متضايقين يا عم التربو انت عشان كسبانين سموحه 1-0 والماتش اللي قبله 1-0 والماتش احنا متضايقين يالا. يا ابني احنا متضايقين اللي احنا مش عاجبنا الاداء. انتوا تكسبوا 2-0 على حرس الحدود بدون اداء، وبتكسبوا 1-0 بجون الله مش عارف ايه. يابا الله عليه، يا عيني يا عيني يا عيني، احنا احسن فريق في العالم احنا. يا ابني ده انت لما كسبتوا ده انتوا طالعين واحد طلع لك اهبل تاني الله يهديه برضه، يقول لك لو برضه زملكاوي برضه فتح قناه برضه على الفيس على التيك توك، ويقول لك ايه، بيقول لك ناصر منسي يعني عشان الجون اللي جابه في حرس الحدود هو الشوطه دي اللي اداها احمد فتوح وفي الحاجات دي كلها. قال لك ناصر منسي لو ما كانش فيه مارادونا ولا كان فيه كريستيانو ولا كان فيه ميسي ولا روبرتو كارلوس بقى والعالم دي بقى ولا بيكهام بقى ولا العالم الاساطير، ولا بص انت بقى شوف انت بقى ايه يا عم. يقول لك كان ظهر ساعتها ناصر منسي. يا جماعه انتوا مجانين يا جماعه، يا جماعه انتوا مجانين يا جماعه، انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا يا ابني واحد بص. انا ما اتفرجش على قناه الزمالك ده خالص ليه؟ يعني انا عارف انت هقعد اضحك ببضان، عارف انت انا عندي اتنين هيبقوا اربعه، انا مش ناقصنا يا ابني، احنا يا ابني مش عايزين ناخد ذنوب ومعاصي. كذب كذب وكله شتيمه على الاهلي وكل قناه مفتوحه على النادي الاهلي.
لكن بتفرج على قناه النادي الاهلي، وخصوصا برضه يعني فاهم انت ما انا اصلا برضه مش ورايا شغلي والحاجات دي كلها، فمش فاضي برضه اسمع، بقعد اسمع بقى ايه اختصارات من ابو معاطي زكي، فاهم انت قصدي من كذا. اخش على موقع يلا شوط يلا كوره اعرف الاخبار. وانا يا ابني لما بقول لك الاخبار دي، ما انا بقولها لك يا ابني من موقع يلا شوط، من يلا كوره، بسمع خبر من هنا، بسمع خبر مثلا من مثلا بقعد مثلا اتفرج على ايه، على ناس في ام بي سي، اونو سبورت واحد، اونو سبورت اتنين كده يعني. ولا انا مش شايف ان انا في اداره النادي الاهلي، ولا انا وانا اساسا معايا العضويه مش بالكلام ده يا عم الحاج. انا ابدا على قد يا ابني، انا غلبان انا كحيان يا عم الحاج، انا عندي 40 سنه بس لسه كحيان ولسه ما اتجوزتش، ولا تبقى تشوفني زمالك عروسه بس تبقى اهلاويه بقى، مش انا لو في زملكاويه مش هتجوزها القلب بقى وما يريد بقى، ده تبقى حرب في البيت بقى ساعتها. وتعالى بقى العيال هيبقى اهلاويه وزملكاويه، هي لو بتحبنا تخلي العيال اهلاويه، هيجي لهم السكر والضغط وكل حاجه لو كانوا زملكاويين بنته بنت اخويا بنت اخويا ماريا الله يصلح حالها، ف انا اسمي محمد، انا مسلم اسلام واحنا اسامي. بنت بنت اخويا بتقول لي هو خالها زملكاوي، فبنت اسمه علي الله يصلح حاله، وانا اهلاوي ماشي. فكل ما هي بتشوفني اهلي وهي هناك زمالك ومش عارف إيه الحاجات دي كلها، تقول لي اهلي ولا زمالك؟ قلت لها لو انت هتشجع الاهلي ها هتعيش طول عمرك سعيده، لو هتشجع الزمالك هيجي لك السكر والضغط وكل حاجه عندك بس. راحت المدرسه بتسالها بتشجعوا مين؟ يا وكل واحد بقى انت بتشجع اهلي ولا الزمالك يا ماريا؟ قالت لها اهلي يا الله يا ربي. فيا ابني يا جماعه قولوا كلمه الحق بقى يا جماعه، والله بعمل لك فيديو والله كل الاخبار بتاعت النادي الاهلي. ما جبتش نادي الزمالك في الموضوع. بصراحة الفيديو هنزله بعد الفيديو دوت، الفيديو 20 دقيقة، أتمنى إن أنت تشوفه يعني، هنزله على اليوتيوب والتيك توك والفيسبوك أو أكتر كمان، 23 دقيقة 22 دقيقة، كل أخبار النادي الأهلي النهاردة الجمعة في فجر الجمعة يعني.